السلام عليكم البنات. الكيكه ديال الاوريو ديالنا، المواد اللي كنديروا فيها بساط وسهلين وما كتارش. غادي نحتاجوا ليها واحد 7 الباكيات ديال الاوريو. كل باكيه تكون فيها 6 نتاع لي بسكوي. الباكيه اللي فيها 6 لي بسكوي غنحتاجوا منها 7 الباكيات بالحساب 7، لان خاصنا واحد 450 غرام ديال البسكوي. فغناخدو اوريو اللي فيه 6 نتاع البسكويات، 6 الكاطويات، غادي ناخدو منه 7 الباكيات. والحليب حتى هو 450 غرام. كيفاش نديرو نعبرو 450 غرام؟ هو نص سيطرو ناقص واحد ربع كويس بحال هذا، ربع كاس نحيدوه من السيطرة الحليب، هي 450 غرام. عندنا قد البسكوي قد الحليب، 450 غرام 450 غرام، لا الحليب لا البسكوي. دابا انا عندي الميزان غيمكن ليا نعبر 450 غرام. اللي ما عندوش الميزان رانا قلت لكم يعبر، يجيب نص سيطرة الحليب ينقص منه 4 كاس ديال اتاي، راه معروف، ولاد العنبه ولا سميوه اللي بغيتو. الا كان كاس صغيور ديروا النص ديالو صافي. وغادي نحيدو هاد الحليب باش نبداو نهرسو البسكوي ديالنا. الا كان عندكم شي بسكوي تيشبه البسكوي د اوريو استعملوه، راه ماشي ضروري اوريو، ديروا البسكوي اللي بغيتو. هو اوريو تيجي لذيذ بزاف، يعني مضمون، اما بسكوي اخر ما نضمنوش لكم. فتندقدقوا هاد البسكوي بهاد الطريقه هادي اولا بالطريقه اللي بغينا. المهم هو يتهرمش، ماشي بالخلاط ولا بالهاشوار، نو، بيدينا كيمكن لينا ندقدقوه ولا شي مدلك ولا شي حاجه. المهم النتيجه خاصو يكون مهرس مدقدق بحال اللي كتشوفوا دابا كندير. فغادي ندقدقوا هاد الباكيات كاملين بسبعه بهم. منين نساليو منهم غادي نزيدو عليهم واحد 2 ساشيات ديال الخمارات الحلوه، كل وحده فيها 8 غرام، يعني 16 غرام ديال خمارات الحلوه. نسيتو كبيتها بلا ما نغربلها، ماشي مشكل، بعدا اوغوزمون مفيهاش داك الحبيبات. ها هي باينه من الباكيه الثانيه ما فيهاش حبيبات، حاولوا تغربلوها لان كتكون محببه. وغادي نخويو عليها الحليب اللي هو 450 غرام د الحليب صافي. وغادي نخليو هادشي يترقد. هاد البسكوي غادي نخليوه يرطب، غادي نخليوه نحركوه من طبيعه الحال، هو هذيك الخميره والحليب، هاد البسكوي، وغادي نخليوه يرطب. غادي يرطب مزيان وعاد نرجعوا ليه. وباش يرطب مزيان غادي نخليوه واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق حتى يتحل كله. ايوا ونرجعوا ليه ديك الساعه نكملوا الشغل ديالنا. اذا انايا غادي نخليه، غطيته باش نخليه يرطب. نتوما الا كان عندكم شي بسكوي بان لكم قاصح شويه ولا هذا، خليوه يرطب اكثر من 10 دقائق ماشي مشكل. المهم يا 5 دقائق يا 10 دقائق يا ربع ساعه بحال بحال. انا دابا رجعت البسكوي ديالي من بعد 10 دقائق لقيته تحل وداب في وسط داك الحليبه. لقيتش حبيبات باقيين شويه قاصحين، معستهم غير بيدي. تقدروا دوزوه في شي صفايه ولا شي غربال، واللي الا لقيتو شي حبيبات ضعقوهم بصبعانكم غادي تفرتو، ملي غتضعقوهم بصبعانكم غادي تفرتو ما يبقاوش. دابا من بعد ما رطب داك البسكوي ديالي في الحليبه، حركته مزيان وقلبته. المهم خصو ضروري تقلبوه، ما تخليو فيه حتى حاجه محبه ولا قاصحه. غادي نخويه في المول ديالي د الفران، وغادي نسخن الفران ديالي على 160 170 حتى 180 كاع ماشي مشكل درجه، ولكن غير من التحت. الفران يكون شاعل من التحت ماشي من الفوق، وما نشعلوش قبل. انا بعدا كنشعلش الفران على الكيكه قابله، دائما حتى تنبغي نحط الكيك عاد كنشعل الفران. المول ديالي فيه واحد 23 سنتيم، 23 سنتيم في القطر ديالو، يعني في العرض ديالو.
نتوما الا بغيتو ديروا بحال هاد العرض كيجي مزيان في هاد القدر هذا تاع هاد البسكوي. بغيتو ديروا اكثر ولا قل نتوما تعرفوا. المهم هذا الا بغيتو ديروا بحالو 23 سنتيم في العرض ديالو. المهم البنات الكيكه ديالنا هي وجدات، ولكن باقا سخونه يلا خرجتها من الفران. خدت معايا واحد 25 دقيقه تقريبا، ولكن خرجتها لقيتها شويه كتلصق من وجهها، يعني من الفوق ديالها كتلصق واحد شويه، حيت انا ما شعلتش عليها من الفوق نهائيا. منين خرجتها لقيتها كتلصق شويه من وجهها، وانا نعاود نرجعها وطفيت لتحت وشعلت عليها من الفوق غير واحد 3 دقائق ولا 4. تشعلوا عليها واحد 3 دقائق ولا 4 لا غير من الوجه ديالها، لحقاش داك البسكوي فيه داك الكريمه ملصقين بها بسكوي مع بسكوي، كيخلي الكيك يكون كيتلصق شي شويه. فانايا نشفتها بديك الطريقه. عندك تخليوها تحرق ولا شي حاجه، ما تفوتوش ليها 3 دقائق 4 دقائق لو ماكسيموم في الوجه ديالها وخرجوها. وعلى عافيه يلا ديروا 150 ولا 140، ما ديروش 180 ولا 170 نهائيا وابدا. دابا انا غادي نخليها حتى تبرد مزيان وغادي نزينها ونقول لكم كيفاش زينتها، او غادي نوريكم بالاحرى نوريكم كيفاش زينتها. المهم انا ذوبت الشوكولات هو اللي غادي نديروا ليها على وجهها، فانا غنوريكم ايطاب بار ايطاب. المهم انا ذوبت واحد 200 غرام ديال الشوكولا، غير الشوكولاط العادي داك ديال الضويمات اللي كيتباع ب 4 ريال الوحده. المهم انا كانت عندي كنشري بالكيلو. واحد 200 غرام ديال الشوكولاط ذوبته، وزدت عليه واحد 2 معالق كبار ديال الزيت العاديه ديال المائده، يعني اللي كنطيبوا به، وحركته مزيان. المهم يعني ماشي كان سائل كاع دايب بزاف، ولكن شويه ما داك الشكلاط ما طلعش ليا زوين بزاف. المهم نتوما الا بغيتو تزينوه بالشكلاط زينوا به، ما بغيتو ديروه شي كاكاو هكايا ترشوه ليها على وجهها، بغيتو ما ديروا ليها حتى شي حاجه على وجهها بطبيعه الحال نتوما لكم الاختيار، مكاينش مشكل. انا باقي عندي شويه ديال النوغاتين بالكاوكاو وهذا والقرقاع اللي كنت درتو في لاكلاص، كان باقي عندي منه، قلت انا هو نزين به. كون ما كانش عندي غندير شي حاجه اخرى ولا ما ندير والو، ولا ندردر عليها شويه د الكاكاو غيجي معاه زوين. صافي هادشي اللي درت ليها انايا في التزيين ديالها. ها النتيجه ديال الكيكه ديالي. خليوها تبرد مزيان، مهم انها تبرد لحقاش رطبه كتجي بزاف دغيا كتهرس وكتشتت. خليوها تبرد مزيان، عاد ديك الساعه قدموها ولا قطعوها ولا ديروا بها اللي بغيتو. انا زوقتها بهاد الكويطويات شاطوليه ديال اوريو، ودوك الحليوات كانوا عندي ديال لاباط دو فروي تا هما زويونين. المهم علوينات باش ما يبقاش غير الكحل في الكحل مع داك النوغاتين بوحدهم هكا. المهم هادشي اللي طاح ليه دابا في بالي درتو وعجبتني الصراحه. النتيجه كانت زوينه. ما ترددوش انكم تجربوا هاد الكيكه، كتجي لذيذه، كتجي لذيذه بزاف. كتعرفوا اوريو اللذه ديالو، يعني البنه ديالو معروف عالميا في الصراحه. اوريو كلشي كيبغيه، المذاق ديالو زوين، فالكيكه ديالو كتجي كتحمق، المذاق ديالها زوين وكتذوب في الفم. زعما اللي ناكد لكم عليه انها كتذوب في الفم. اما من ناحيه التزيين ديروا فيها اللي بغيتو. انا بالنسبه لي كانت عندي النوغاتين، درت النوغاتين، نتوما ديروا اللي يعجبكم، ما تكلفوش على راسكم. المهم ورا الكيكه بلا حتى شي حاجه كتجي زوينه صراحه وبكل صدق، كتجي بنينه 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 بنينه. نجربوها وما ترددوش انكم تجربوها، راه سهله بزاف وكتجي زوينه، الحقيقه زوينه.